السلام عليكم. جماعة الفترة ديت دور البرد اللي شغال ده ما بيرحمش، لا صغير ولا كبير. يا ريت اللي عنده ولد بيوديه الحضانة أو بيوديه المدرسة، أول ما ابنك أو بنتك تقولك أو يقولك أنا عندي شوية برد أو أنت حسيت إنها بتعطس أو بترشح، أوتوماتيك كده ما تروحش المدرسة، ما تروحش الحضانة، ما تدوش الأولاد أي علاج كده من نفسكم، ما تجيبوش للأولاد أي لبوس من الصيدلية تدوا لهم. أقسم بالله الدور ده صعب جدا 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 على الكبير والصغير. جماعة اكشفوا على الأولاد، ابنك تعب اكشف عليه، واحد كبير في البيت تعب جبت له شوية علاج وجاب ربنا جاب الشفاء، الحمد لله رب العالمين. ربنا علم بظروف الناس وربنا جاب الشفاء. ما يعني الموضوع زاد عن حد وشايف الوضع قدامك بيزيد خطورة، اكشف، اتصرف واكشف. نصيحة لوجه الله، نصيحة لوجه الله. والله يا جماعة الدور ده في ناس كانت بتشاهد على نفسها من دور البرد اللي ماشي الفترة ديت، ويمكن اقرب الناس لي انا شخصيا. يعني انا كنت بقول يعني اختي خلاص كده. جماعة علشان خاطر ربنا اوعى تسيب نفسك لدور البرد ده، او بنتك او ابنك. اوعى تجيب لي دكسه من الصيدليه وكنت تاكل الكلام اللي بيتاخد بالفيتامين والحاجات دي، او تاخد لبوس او دواء شرب وفتره وكلام من ده. اوعى تدخل نفسك في التهاب رئوي، اوعى تدخل نفسك في التهابات شعبيه، اوعى تدخل نفسك في مشاكل انت مش قدها، او حجز مستشفى، او بعيد الشر حجز في عنايه وبيحصل الكلام ده. يا ريت يا جماعه خلوا بالكم من الدور برد اللي ماشي الفتره دي. الوضع اقسم بالله صعب صعب صعب، حتى لو بقى كورونا الكل يحذر وياخد باله. السلام عليكم.